سلوقي إلا تعلم من الصغر ما يقربش رنب ولا قنية. وكي دايرين انا صرمة. في هذا الفيديو غنهضروا على الحل ديال سلوقي باش ما يبقاش ياكل رنب ولا طيح. واول حاجه انا صرمة غنهضروا عليها هي التربيه، ولا سلوقي خصو يكون مؤدب من الصغر. سلوقي الا تعلم من الصغر ما يقربش رنب ولا قنيه. الا كنتي كدريسي فيه ولا كضري فيه من بعد ما يشدها، هنا فاش كيكبر كيولي عارف اش خاصو يدير. الا شد رنب هو خاصو يجيبها لك، ومنين يطيح قنيه ولا رنب فاش كتكون كضري فيه انت كمولا خاصك تمشي عنده وتاخدها وتكون هاز معاك شي حاجه بحال شي فرماجه وتعطيها ليه وتقول ليه شي كلمه بحال حيد ولا رخي. ملي يسمع هاد الكلمه يبدا يبعد وكتشجعو، وهنا كيتعلم ان الدور ديالو هو يشد رنب صافي ماشي ياكلها. ثاني حاجه انا صرمه ما تخليو السلاك ياكلوا قنيه وهما صغار. كاينين بزاف اللي كيشدوا قنيه ويجيبوها السلوقي باش يضري بها ويخلوه ياكلها، وهذا مشكل. السلوقي منين كيولف شي حاجه في الصغر ما كيبقاش ينساها. اذا نهار المصيد الا شد شي حاجه كياكلها. اذا انا صرمه ما خاصكش تخلي سلوقي ياكل قنيه وهو صغير. وزيد لا عطيتيه اللحم ولا الدجاج من الاحسن تسلقوا ليه عاد عطيه ليه باش تحيد منه ريح الدم. ثالث حاجه انا صرمه هي الماكله المزيانه للسلاك. السلوقي الا كان جيعان راه غياكل رنب. اذا انا صرمه السلوقي خاصو يكون مهلي وشبعان. وزيد حاجه اخرى، هو السلوقي الا بغيتيه يتعلم يجيب لك الرنب في الصغر طلقوا مع سلوقي كبير اللي كيجيب الرنب باش يتعلم منه. وزيد تا سلوقي نهار ديه المصيد وكانوا سلاك بزاف ما تبقاش تطلقوا معاهم. والله يهدي الصيادة اللي كيطلقوا بزاف ديال السلاك على الرنب، حيت كيكون فيهم شي سلوقي واحد عيب وكيخرج على كاع السلاك. وحاجه اخرى ما تولفوش للسلاك تعطيهم المصارن ديال الرنب ولا قنيه. اخر حاجه انا صرمه نهار الصيد فاش تشدو الرنب حطها قدام سلوقي خليه يشم، ولا بغى ياكلها نهض فيه باش يعرف. ولا كان ديما كياكلها جيب ليه شي قنيه ولا شي رنب مخسرينها السلاك ودير فيها القطران. هنا سلوقي عمرو لبقى قرب ليها. وهادشي اللي كاين، وقولوا لنا رايكم وبارطاجيو الفيديو مع الرماق. تحيه ناصر الرماق.